مساء الخير يا جماعة. النهاردة هحكي لكم عن مسلسل ضمن السلسلة مسلسلات الغموض والجريمة اللي تحبوها. The Head مسلسل من 6 حلقات بس وفيه 3 مواسم، بس حكايتنا مع الموسم الأول. ويلا نبدأ. تخيلي مكان مقطوع عن العالم، تلج، عزلة وصمت يخوف أكتر من الصوت. في أقصى بقعة على الأرض فريق علمي رايح يقضي شهور شغل، كل حاجة ماشية طبيعي لحد ما الاتصال ينقطع وتبدأ الأسئلة اللي ملهاش إجابة. The Head مسلسل بيعتمد على التوتر البطيء، مش مستعجل لكن ضاغط على الأعصاب. كل حلقة تكشف حاجة صغيرة وتخبي 10. في جريمة حصلت بس مش عارفين مين ولا إزاي ولا ليه، والكل مشتبه بيه. اللي مميز هنا مش بس الفكرة لكن الجو العام، برد قارس، خوف متراكم، وشخصيات كل واحد فيهم شايل سر. ومع الوقت تحس إن الخطر مش دايماً جاي من بره، أحياناً بيكون أقرب مما تتخيل. المسلسل ذكي في لعبه على النفسية، يخليك طول الوقت شاكك ودايماً تقول أكيد اللي جاي أسوأ. مفيش استسهال ومفيش شرح زيادة، كل حاجة محسوبة علشان تفضل متشد للنهاية. تقييمي 9 من 10. The Head من المسلسلات اللي ما بتراضيش الكل، لكنه هيعجب قوي محبين الغموض والتشويق النفسي. إيقاعه هادي نسبياً بس مش ممل، وكل حلقة بتشد أكتر من اللي قبلها. لو بتحب الأعمال اللي تعتمد على الجو والعقل والشك، ده اختيار موفق. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك علشان يوصلكم كل جديد. سلام.